بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. في البلاي ليست دي احنا هنتكلم عن 5 مفاهيم يعتبروا من أشهر 5 مفاهيم في عالم البرمجة، وهما السوليد برينسيبل. كل حرف من كلمة سوليد بيعود على مفهوم معين. يعني حرف الاس بيعود على مفهوم، حرف الاو بيعود على مفهوم تاني، حرف ال بيعود على مفهوم، حرف الاي بيعود على مفهوم معين، حرف الدي بيعود على مفهوم معين. اللي عمل كلمة سوليد او اللي طلع مفهوم سوليد هو واحد اسمه انكل بوب. في عام 2004 جه واحد اسمه روبرت مارتن، والمشهور دلوقتي باسم انكل بوب، جمع 5 مفاهيم من البرنسبلز وسماهم solid principle عشان يسهل على المبرمج ان هو يفتكرهم بسرعة، او ان هو يجمعهم في كلمة واحدة عشان يبقوا سهل ان هو يتذكرهم. ال5 مفاهيم دول هما: اول حاجة السنجل responsibility. single responsibility اللي اخترع المبدأ ده او المفهوم ده هو انكل بوب. والمفهوم ده بيقول ان كل كلاس ليه مهمة واحدة فقط بيأديها، ما بيعملش أزيد من كده. تاني مفهوم هو الأوبن كلوزد. تمام. واللي عامل المفهوم ده هو تقريبا عالم فرنسي. المفهوم ده بسيط جدا. معناه أو المفهوم ده بيطبق إيه؟ إن كل كلاس قابل للتوسيع، بس يعني قابل إن أنت تقدر توسع فيه، بس مش قابل إن أنت تعدل فيه. تمام. وده اللي هنفهمه إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. تالت مفهوم هو الليسكوف. والمفهوم ده بكل بساطة إن الكلاس الابن يقدر يتحط أو ممكن نحطه مكان الكلاس الأب من غير ما يحصل أي مشاكل. وده اللي عملته بالمناسبة مهندسة برمجيات اسمها ليسكوف. وعشان كده أو اسم العائلة ليسكوف، عشان كده المبدأ أو المفهوم متسمي باسمها، وهي مهندسة أمريكية عملته أعتقد في التسعينات، أو بالظبط في سنة 1987. رابع مفهوم هو الانترفيس سيجريجيشن. اللي عمل المفهوم ده برضو أنكل بوب. والمفهوم بكل بساطة إن إحنا ما نجبرش الكلاس إن هو يعمل حاجة هو مش محتاجها أصلا. بعد كده خامس مفهوم وهو الديبندنسز أو الديبندنسي. المفهوم ده معناه إن الكلاس بيعتمد على كلاس تاني، ومش بيعتمد على التفاصيل اللي داخل الكلاس ده، او الكلاس يعتمد على كلاس وما يعتمدش على تفاصيل. وبكده اكون اديتكم هنت بسيط عن السوليد برنسبل. مين اللي يقدر يشوف معانا البلاي ليست دي؟ اي حد في عالم البرمجة او مذاكر الاو بي. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جاي خاص بالسنجل ريسبونسبيلتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.